دي الصفات اللي المفروض تجري وتدور على صاحبها، ودي كمان اللي بيسموها العلاقة الصحية. اهلا وسهلا بيكم. لو لسه اول مرة بتشوفوني انا شيماء، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتجيبوا حاجة كده تشربوها. انا عارفة ان النهاردة الجو برد قد ايه، بقالنا كام يوم الدنيا بتمطر وشتاء، برد جدا، تلج، يعني احنا متلجين ومقفلة كل حاجة، وبرضه معرفش الساعة بتدخل منين. المهم بشرب قهوة سخنة، وده المج الجديد شاركته معاكم الفيديو اللي فات. المهم هنتكلم النهارده في فيديو حلو قوي، وعباره عن بوست انا قريته كده وخطفني بجد، خطف قلبي. خصوصا ان انا مريت بحاجه يعني، وخلاص هي دي الصفات اللي انا هبقى حطاها قدامي في شريك حياتي المره الجايه. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو. بصوا بقى، انا قريت بوست بيقول، هقرا لكم البوست ده عشان انا محولاه على الموبايل التاني. وانت منتظر شريك حياتك، حاول تركن الشكل والوظيفة والفلوس على جنب، وهتركز في الاربع صفات دول، لان دول طبعا اهم 4 صفات لازم تدوروا عليهم في شريك حياتكم. اول حاجة وهو انه يكون بيخاف ربنا، لان الشخص اللي بيخاف ربنا هيعاملك بالحسنى. تاني حاجة او تاني صفة الحنية، الشخص الحنين مستحيل تهون عليه. تالت صفة وهي الضمير، لان الشخص اللي عنده ضمير ما تخافش على نفسك معاه. ورابع صفة وهي الامان، اللي هيوفر لك الامان هيخليك مطمن باقي عمرك. وهي دي الصفات اللي المفروض تدور وتجري على صاحبها، وهي دي بقى اللي بيسموها العلاقات الصحية او العلاقة الصحية. اهم 4 صفات بجد لازم ندور عليهم في شريك حياتنا، وهو انه شخص يخاف ربنا كويس قوي فينا عشان يعاملنا معاملة كويسة. لان الشخص اللي بيخاف ربنا هيعرف، هيبقى عارف ان ربنا هيحاسبه على تصرفاته دي، لان احنا بني ادمين وانت مش جايب شريك حياتك تبهدله معاك. وطبعا احنا كبنات بنحب الحنية قوي، والرجالة كمان كده، فلازم تختار شخص حنين، وكمان يكون عنده ضميره صاحي كده، وعارف انه لو اذاك هيتأذي، وانه ما ينفعش اصلا يجي عليك ولا يأذيك. وطبعا اهم حاجة الامان، احنا كلنا بندور على الامان، وطول ما احنا مطمنين مع الشخص ده ما بنبقاش خايفين على حياتنا معاه، ودي حقيقي علاقة صحية 100%. فدي بجد الصفات اللي لازم تدوروا عليها في شريك حياتكم. دوروا كويس يا جماعة، بالراحة، ما نستعجلش، لان ده جواز وعمر، ومش كل شوية هنسيب شخص ونروح لشخص تاني ويطلع شخص غلط، عشان احنا ما بنفكرش او ما بنحط الصفات للشخص ده. اي حد بيقول لنا كلمة حلوة فهو ده شخص تمام، وانا كده. وهي دي الصفات اللي لازم تدوروا عليها، ما تستعجلوش. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.